السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنكمل في برنامج آن الأوان لفهم القرآن، وحلقتنا هتكون بعنوان نفهم ونختم. الحمد لله الذي بلغنا بفضله سيد الشهور والأزمان، الحمد لله الذي أدركنا برحمته شهر رمضان، الحمد لله الذي فتح للمقبول صيامهم باب الريان في جنة الرحمن، لهم فيها نعيم مقيم لا ينفد وروح وريحان. موضوعنا النهاردة يا جماعة عن الجزء الأول. الجزء الأول هو عبارة عن سورة الفاتحة و141 آية من سورة البقرة. طبعا السورتين دول ليهم قدر عظيم جدا، خاصة لو اتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه لما نزل ليه ملك وقال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فسورة الفاتحة نور، وخواتيم سورة البقرة نور، والقرآن كله نور. طيب لما هنبدأ كده هتكلم في الجزء الأول عن كذا حاجة. موضوعات الجزء الأول، موضوعات الجزء الأول هنلاقي في سورة الفاتحة في تقسيم الناس للذين أنعم الله عليهم، جعلنا الله وإياكم منهم، وفي المغضوب عليهم، وفي الضالين. وفي نفس الوقت هتلاقي بعد كده في سورة البقرة تقسيم الناس لمؤمنين وكافرين ومنافقين، وفي قصة خلق سيدنا آدم، وطرف من قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، وقصة البقرة مع بني إسرائيل، وبعد كده هنلاقي موجود قصة بناء بيت الله الحرام. كل موضوع هبدأ أتكلم فيه عن نقطة أو اتنين. طبعا قصة سيدنا آدم هتكلم إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ احنا فاكرين معنى معين وهو معنى تاني. وهتكلم بعد كده برضو قال إني أعلم ما لا تعلمون. وحتى في قصة سيدنا إبراهيم هتكلم عن إن الجزاء من جنس العمل، وإيه الدليل على كده. وطبعا في قصة البقرة هنقف فيها مع نقط كتيرة جدا سبب التسمية بسورة البقرة، مش ورود قصة البقرة وبس. فهتكلم عن كل ده إن شاء الله النهاردة. نبدأ مع سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة يكفي حاجة واحدة بس، طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أعظم سورة في القرآن، دي حاجة. الحاجة التانية إن سورة ربنا خلاها مكررة علينا في كل ركعة، حتى صلاة الجنازة لا شك إن هي أعظم سورة في القرآن. سورة الفاتحة بتشتمل على 3 موضوعات. الموضوع الأول هو معرفة الله عز وجل، الموضوع الثاني الطريق اللي بيوصل لربنا، والموضوع الثالث هو حال السالكين. يا ترى أنت من السالكين الذين أنعم الله عليهم، ولا من المغضوب عليهم، ولا من الضالين؟ فبدايتها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة كل شاكر، الحمد لله كلمة كل شاكر. وفي 5 صور بيبدأوا في القرآن بالحمد لله. عندنا الفاتحة، وعندنا الأنعام، وفي طبعا سورة الكهف اللي هي واسطة العقد في الصور اللي بتبدأ بالحمد، وعندنا سورة سبأ وسورة فاطر. دول 5 صور بيبدأوا بالحمد لله. فأنت تخيل كده ليه بتقف كل يوم قدام ربنا 17 مرة في 17 ركعة بتقرأ الحمد لله رب العالمين. بداية كلامك الحمد لله رب العالمين. وعلى فكرة هو الحمد لله رب العالمين دي بداية السورة، وختمة السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى أنت دايما بتحمد ربنا لأن هو رب العالمين وهو خالق كل شيء، وفي نفس الوقت ربنا أنت محتاج له في كل لحظة وفي كل وقت، وهو اللي بيهديك الصراط المستقيم اللي بينجيك بيه وبيخليك من الفائزين. يبقى دي كانت البداية الحمد لله رب العالمين. يبقى في الأول في ثناء على ربنا. اتعود دايما في الدعاء بتاعك ان انت تثني على رب العالمين في الأول، ده بيكون سبب من أسباب إجابة الدعاء. فهنا بدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. دايما الأسماء دي افتكرها أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. اوعى تسمع ابدا لحد يقنطك ويقول لك انت اذنبت، انت اسرفت على نفسك في الذنوب، انت عملت كبيرة من الكبائر ما ترجعش لربنا تاني. ما تسمعش ليه، لان ربنا يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فربنا فاتح باب التوبة. طيب يبقى هنا في الاول بدايتها بالحمد لله رب العالمين ومعرفة بربنا. طب الطريق بقى اللي انت لازم تسلكه اهدنا الصراط المستقيم، تمام؟ لكن انت قبل الايات دي قبل ما تدعو كان في النص كده إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى العبادة لربنا والاستعانة بربنا. الاستعانة على فكرة في أبسط الأمور. أنت لو قايم تتوضى افتكر أن أنت تستعين بالله عز وجل وأنت بتتوضى، مع أن ده موضوع بسيط، لكن دايما لما يكون عندك خلق الافتقار لرب العالمين بتنجو. لكن لما تحس أن أنت كده خلاص بقى ومش فارق معاك واستغنيت بقى وبقت العملية خلاص، بتلاقي نفسك بتصل لحد الطغيان. فهي دي كانت المعاني كده اللي موجودة، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب وكل سؤالك في الفاتحة بيكون على اهدنا الصراط المستقيم. طيب
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تمام؟ فهنا انت بتسأل بقى: صراط الذين أنعمت عليهم، مين هم دول وازاي توصل للطريق بتاعهم؟ هتعرف لما تدخل على سورة البقرة. وفي نفس الوقت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ناس علموا ولم يعملوا، ما تعملش زيهم. والضالين عبدوا الله بغير علم، برضه ما تعملش زيهم. عارفين سورة محمد فيها آية أنا بحبها جدا اللي هي: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، أدي عمل، يبقى علم وعمل. بلاش ده من غير ده أو ده من غير ده، ما ينفعش إن هم يتفقوا عن بعض. فدي كانت سورة الفاتحة. طيب سورة الفاتحة الختام بتاعها إن هو سؤال الصراط المستقيم. تبدأ بقى سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. يبقى أنت لو أنت عاوز تسلك الصراط المستقيم عليك باتباع الكتاب الذي لا ريب فيه واللي هو هدى للمتقين، وبدأ يتكلم عن صفاتهم. طبعا هي في البداية سورة البقرة طبعا هي تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها، هي وآل عمران، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، عشان كده اسم من أسماء سورة البقرة الزهراء. فاقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن أصحابهما. يبقى هي تحاج عن صاحبها اللي بيقرأ سورة البقرة. وقال طبعا: فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة السحرة. ينفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهي لها فضل كبير جدا. المهم إن هي بدأت بألف لام ميم بالحروف المقطعة. طب كم سورة بدأت بيها؟ 29 سورة بدأوا بالحروف المقطعة، كلهم بيجي وراهم ذكر القرآن. وفي بعض الصور ما بيجيش ذكر القرآن صراحة، لكن بتجيب خصيصة من خصائص القرآن. تمام؟ ومعنى كده ان الكتاب ده بيتألف من الحروف اللي انتوا عارفينها، بس انتوا مش عارفين تجيبوا زيه ومش هتعرفوا تجيبوا زيه، لان هو منزل من عند رب العالمين. فهي بدأت بألف لام ميم، ودخلت بقى في الموضوعات صفات المتقين، قسمت لمتقين اللي هم المؤمنين والكافرين والمنافقين. اول صفة ليهم ان هم بيؤمنوا بالغيب. طب دي كانت بداية البقرة. والختام بتاعها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى صفاتهم إيمان بالغيب، وصل في الآخر برضو إيمان بالغيب. يبقى دي الربط ما بين أول السورة ونهاية السورة. طيب جاب الصفات بتاعت المتقين: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآيات يعني طبعا ما بقرأش الآيات عشان إيه، أنا بس بجيب الشواهد اللي منها. فدي كده في البداية. طيب التقسيم ده أصلا موجود في القرآن؟ موجود منه كتير على فكرة. هتلاقي إن في تقسيمات كتيرة، زي ما قسم في الفاتحة كده: أنعمت عليهم، مغضوب عليهم، ضالين، وقسم هنا المؤمنين والكافرين والمنافقين. في تقسيم بالنسبة لنا أنا دايما بفكر الناس بيه، هو من أرجى الآيات عند أهل الإسلام، اللي هو في سورة فاطر. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الآيات دي من أرجى الآيات عندنا احنا أهل الإسلام، إن ربنا اصطفانا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لكن طبعا عافانا الله وإياكم احنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يبقى دي آيات بتيجي فيها تقسيم كده في القرآن، بيجي التقسيم في القرآن. هندخل بعد كده في قصة خلق سيدنا آدم. قصة خلق سيدنا آدم طبعا باين فيها العداوة الواضحة من إبليس لبني آدم. وانتوا عارفين ان اي مولود بيولد لازم إبليس يعني زي ما بيقولوا كده ايه بلغتنا احنا بينغزه كده فيستهل صارخا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. لكن بقى عداوة إبليس مع سيدنا آدم واضحة وصريحة وعدو مبين، فانت مش محتاج ان حد يقول لك ان الشيطان عدو مبين. انا هقف بس واقفة مع حاجتين في قصة خلق سيدنا آدم. الحاجة الاولى لما رب العالمين قال اني جاعل في الارض خليفة. الناس تيجي تقول لك ايه يا عم احنا خليفة ربنا ننوب عن ربنا في الارض. لا طبعا الكلام ده غلط.
خليفة دي معناها ان نسل سيدنا ادم يخلف بعضه بعضا، هي دي كده كلمة خليفة. فانت ما تجيش تتخيل ان انت تقول اصل انا بنوب، تنوب عن ايه؟ تنوب عن ايه؟ انما انت او سيدنا ادم ونسله يخلف بعضهم بعضا، يبقى احنا خلائف في الارض. ده معنى كلمة اني جاعل في الارض خليفة. دي اول حاجة. الحاجة التانية لما الملائكة بتقول لربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. لازم تحط الكلام ده قدام عينيك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الدين قال لك كذا، في أمر في القرآن، أمر في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتبع. لكن ما تجيش تقول لا أصل هشوف، طب الحكمة، لا، في بعض الحاجات الحكمة والعلة احنا عارفينها، وبعض الحاجات التانية لا. لكن لو انت بتدور دايما على الحكمة، بص في قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام. دايما كان حاجة بتحصل، الطبيعي ان هو كان ينكر عليه سيدنا موسى، لان هو في الاول وفي الاخر هو يغار على الحق. لكن اللي كان بيحصل بقى في الموضوع ده ايه؟ ان يطلع في هدف او في حاجة من ورا الموضوع ده، فاحنا عقلنا محدود. فالله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، والله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأكتر حد يعلم مصلحة الإنسان هو رب العالمين. طيب، يبقى أنت دايما في النقطة دي تتبع أي حاجة الشرع والدين بيقولها، طالما هي صحت، طالما كان قرآن أو صحت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ممكن بقى واحد يجي يقول لك ايه؟ لا، ما اصل انا برضو اعمال العقل وكده. احنا ما لغيناش العقل، يعني العقل يستخدم في فهم النقل. يعني انت تستخدم عقلك عشان تفهم صحيح نقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في حاجات انت ما قدرتش توصل لها، هتقول لي لا اصل انا عقلي unlimited، ده انا عقلي مش محدود وفوق كل الحدود. هقول لك لا، عاوز تعرف ان انت امكانياتك محدوده، هقول لك انا وانت يلا ندخل اوضه واقول لك قول لي ايه اللي ورا الحيطه. هتقول لي طب وانا هعرف منين؟ ليه؟ طب ما انت unlimited. لا طبعا. هتقول لي انا هعرف منين؟ لان انت قوه البصر بتاعتك او النظر ما تجيبش اللي ورا الحيطه. ده نفس الكلام برضو على العقل. العقل بتاعنا يا جماعه محدود فعليا، فانت لازم تعرف ان الخير كله في شرع ربنا. دي كانت مع قصه سيدنا ادم. ندخل بقى مع بني اسرائيل، وليه السوره اتسمت بسوره البقره؟ اسهل حاجه هتتقال ان فيها قصه البقره، وان هي السوره الوحيده اللي جاء فيها قصه البقره. طيب، برضو ليه؟ انتوا عارفين ان بدايه السوره وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب، والايمان بالغيب من اهم الحاجات اللي موجوده في الايمان باليوم الاخر، بالبعث، على طول كده. وحتى ختمت بآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بقى بالبعث من أهم القضايا اللي بتناقشها سورة البقرة. تمام؟ فطب في كذا حاجة جت في صعق البني إسرائيل، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ده كان موجود. وفي قصة البقرة، وفي مع سيدنا إبراهيم. طيب، هتلاقي بقى إن دي كان لسبب ضعيف. ده هو بقى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هم حد قتل واحد وبدأوا ادارأتم يعني الدفع، فتدافعتم فيها. لا ده فلان اللي قتل، لا ده فلان اللي قتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. طب ازاي؟ ان هو ربنا امرهم ان هم يذبحوا بقرة. طيب، والبعث بقى بتاع القتيل ان هو يوم تاني كان ايه؟ فقلنا اضربوه ببعضها. يبقى بسبب ضعيف جدا اضرب بس بجزء من اجزاء البقرة، القتيل ده يحصل له عملية بعث. يبقى بقى بسبب ضعيف اهو حصل بعث. انت بقى بتفتكر وانت بتنكر البعث او اليوم الاخر ان الله عز وجل لا يقدر على مثل هذا؟ مش هيقدر يعني؟ لا، بلى وهو الخلاق العليم. ده وهو اهون عليه كمان، اللي هو اعادة الخلق. فهيكون في بعث. فدي كانت اشارة ان انت تستفيد من الاسم بتاع السورة، ان قصة البقرة فيها اشارة للبعث والايمان بالغيب وباليوم الاخر. طب ماشي، ما هو الباقيين برضو فيهم. هقول لك برضو حاجة تانية، وده سبب مهم جدا. سورة البقرة من السور اللي مليانة احكام. الاحكام ازاي؟ مليانة الصيام، الحج، والطلاق، والرضاعة. احكام كتيرة جدا موجودة فيها. وعلى فكرة هي السورة الوحيدة اللي جاء فيها اركان الاسلام كلها. الصلاة جت فيها، والصيام جاء فيها، والحج والزكاة. طيب، مع كل الاحكام دي وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، محتاج بقى المسلم يعمل ايه؟ يتلكأ في الامور ولا يبقى في سرعة استجابة؟ لا، في سرعة استجابة.
طب هنا بني إسرائيل عملوا إيه في البقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وقال فشددوا فشدد الله عليهم. أي بقرة، ما قالكش إيه بقى، فأنت قعدت تقول إيه؟ طب ما لونها؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، وإن البقرة تشابه علينا. كلام كتير جدا. ليه؟ طب ما تنفذ الأمر على طول. فإشارة للمسلم خلي عندك سرعة استجابة لكل الأحكام اللي جت في سورة البقرة وفي غيرها، بس هي جت فيها أحكام كتيرة جدا. طب أنا هسألك سؤال بقى وأقول لك اشمعنى بقى بقرة واشمعنى صفراء؟ هتقول لي كده، هقول لك لا، اسمع بقى ليه. انتوا عارفين ان بني إسرائيل عبدوا العجل، والعجل ابن البقرة على طول كده. فكان أول ضربة ليهم في الحاجة اللي عملوها اذبحوا بقرة. طب جم بعد كده ايه اللي حصل؟ لا، ما شددوا بقى. طب ما لونها؟ طب العجل اصلا كان لونه ايه؟ العجل كان من ذهب فكان لونه اصفر. فكأن ده كان ضرب لحاجة عملتها بني اسرائيل، ان هم يذبحوا بقرة وفي نفس الوقت لونها نفس لون العجل، لون اصفر. سبحان الله. يعني هم لما شددوا شدد الله عليهم وعاقبهم ان هو يقول لهم ايه؟ خلوها صفراء. تمام؟ فده كان سبب من اسباب برضو ليه بقرة وليه صفرة، لان هم عبدوا العجل اللي مصنوع من ذهب، فاتعاقبوا بحاجة زي اللي عملوها بالظبط واذبحوا بقرة. دي كانت قصة البقرة مع بني اسرائيل. وعلى فكرة برضو سبحان الله، بالرغم ان هي كان فيها بعث، فالله عز وجل قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. برضو بيفكرك ادي في بعث اهو مع القصة دي، وبرضو بني اسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، يعني بل اشد قسوة. يبقى انت ما تعملش زيهم، انت تؤمن بالبعث، يبقى ايه؟ يبقى الجزاء من جنس العمل. محدش يقول لك هتعمل خير تلاقي شر، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخير لا يأتي الا بخير. انت بقى مش عارف كون ده خير ليك ازاي، دي قصة تانية خالص، لكن الجزاء من جنس العمل. سيدنا ابراهيم يرفع القواعد من البيت، واسماعيل على طول يسند ظهره على البيت المعمور. دي كانت وقفات بسيطة كده مع سورة الفاتحة ومع أول 141 آية في سورة البقرة. لو في أي استفسار عن معنى كلمة، عن معنى آية، يعني يا ريت تتابعونا بقى على الصفحة وتكتب لي مثلا إن الآية دي والله مش فاهم معناها، أو إن الكلمة دي مش عارف معناها. ربنا يا رب يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. وأتمنى بقى إن شاء الله إن الحلقة دي تعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب والحاجات اللي بتعمل دي كتير قوي، وتساعدوا طبعا على نشر الخير، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.